طيب يا جماعه، دلوقتي انا رايح اكشف سر كبير قوي من اسرار احنا ليه معظمنا بيزيد في الوزن من غير ما يحس. رايحين النهارده نشوف الفطار المشهور، الفطار المصري، هيبقى فيه كام سعره بالظبط. فانا دلوقتي هروح على مطعم الفول والطعميه، هطلب الطلب اللي معظم الناس بتطلبه وهحسب فيه كام سعره، ونعرف في الاخر احنا ممكن نفطر بكام سعره ولسه هناكل بقيه اليوم. يلا بينا نشوف، يلا بينا. وخلي بالكوا دي لسه وجبه الفطار بس، لسه في اكل بقيه اليوم، فربنا يستر. تعالوا بقى نشوف. كلام على فطار موت. هي بس هجيب لك بتنجان سخن يا باشا، احلى بتنجان. مفيش بطاطس صوابع؟ العيش سخن والبطاطس اعملها لك سخن. ماشي، تسلم يا كبير. يعني حاجه سخنه كده في الجو الساعه ده. يا باشا والله العظيم قد الدنيا حبيبي قلبي. يعني طبق الفول، طبق الطعميه، بطاطس شيبسي وبيض عشان البروتين، وطبق فول تاني عشان معايا عمر حاتم. ده كتير علينا ده والله. ده عيش مولع ده. تسلم يا اخويا. اول حاجه عندنا، وطبعا ده اهم حاجه في الدنيا كلها، طبق الفول اللي مليان زيت من الاخر. الطبق ده بيبقى حوالي 100 جرام، و100 جرام الفول كده من القدره من غير اي حاجه فيه حوالي 130 كالوري. بس طبعا بقى بالكلام ده كله بالزيت والطحينه والحاجات دي بيوصل ل 450 كالوري، يعني حرفيا 3 اضعافه. فده الفول لوحده. تاني حاجه معانا ودي من الحاجات الاساسيه وهي الطعميه. طبعا مفيش فطار يكمل من غير طعميه سخنه. كل 100 جرام طعميه فيه حوالي 350 كالوري، والطعميه الواحده دي بتبقى حوالي 25 جرام، يعني فيها حوالي كام؟ فيها حوالي 85 كالوري، صح؟ انا ماليش في الحساب. 25% من 375. الطعميه الواحده فيها حوالي 85 كالوري. وطبعا احنا جحوشه ما بنشبعش من طعميه واحده، فعلى الاقل بناكل 4 طعميات. 4 في 85 مش قادر، صح؟ 4 في 85 80 80 160 170 170 و170 340. يعني 4 طعميات فيهم حوالي 340 كالوري. كده احنا قلنا الفول 450 زائد الطعمية 4 طعميات 340. البطاطس المحمرة المولعة، الطبق ده حوالي، لو جبنا شوية كمان كده عشان انا اكلت منه شوية بصراحة، دول كده حوالي 100 جرام. 100 جرام البطاطس المحمرة فيه حوالي 350 كالوري، فكده نقول زائد 350. ومعانا بقى اهم حاجة البيض المسلوق عشان البروتين والعضلات، طبعا ما ينفعش ننساها. فانا جايب بيضتين عشان الفورمه. البيضه الواحده فيها حوالي 75 كالوري، يعني الاتنين 150 مع شويه رشتين الطحينه دول قول مثلا يدخلهم في 200 كالوري. واخر حاجه معانا في الاكله هو البتنجان، وبصراحه انا مش بحبه قوي بس في ناس كتير بتعشقه. الطبق ده بيبقى برضه حوالي 100 جرام وفيه حوالي 300 كالوري، فاحنا نقول زائد 300. الاكل ده كله بقى طبعا لازم ناكله بعيش صابح لسه طالع من الفرن هنا اهو، وريحته جامده بصراحه. فالاكله دي مثلا هناكلها اعتقد برغيفين وممكن 3 كمان، بس احنا نقول رغيفين. يعني الرغيف الواحد فيه حوالي 180 كالوري، يعني الرغيفين 180 و180 300 360، يبقى زائد 360 يساوي كام بقى؟ عايزين تشوفوا بجد؟ ده فطار لسه الساعة ما جاتش الساعة 7 الصبح، لسه هناكل غدا وعشاء وهناكل في النص 2000 كالوري فطار بس. طب يا جماعة احنا دلوقتي خلصنا الفطار، بصراحة كان فطار جامد، بس الفطار زي ما قلت لكم فيه 2000 كالوري. قصة برضه، الواحد لسه هيروح، لسه اليوم طويل، لسه هناكل كتير. فخلي بالكم الفيديو ده هدفه ان احنا توعية، يعني نعرف احنا بنعمل ايه في نفسنا من غير ما ناخد بالنا. في ناس متعودة على الفطار ده كل يوم وبتستغرب هي ليه بتزيد في الوزن. فأظن السبب واضح، الكالوريز بتدخل لنا واحنا مش واخدين بالنا. ويعني انا مثلا كأكل انا كعمر هاكل بقية اليوم ممكن مثلا ادخل لي في 4000 5000 كالوري، وبرضه احس ان انا عادي، احس ان انا اكلت عادي، وفي الاخر هستغرب انا فعلا ليه زدت في الوزن. لان هو الاكل ده بيبقى معظمه زيت، والحاجات دي
حاجه مش بتشبعك، هي حاجه حرفيا فيها كالوريز بس انت ما بتحسش بيها. فهي دي فكرتها وفكره فيديو النهارده وبس كده. وقلت اقول لكم على التفصيله دي عشان انتوا اكيد عارفين ان التفاصيل بتفرق. سلام.